قصه عايزاكم تفتكروها معايا، وانا متاكده ان انتوا فاكرينها زي ما وقعت النهارده كده، مستحيل تنسوها. ايه يا فوزيه؟ بتعيطي ليه يا فوزيه؟ كره كابتن حسن شحاته اللي الحكم وقتها حسبها اوفسايد بشكل مضحك، عشان وقتها ضيع الدوري على الزمالك. النهارده حكم المباراه حب ان هو يعيد انتاج المشهد ده تيبيكال مره تانية، ولكن ايه اللي حصل بقى؟ ضربه جزاء من وحي الخيال بقى. شوف يا اخي بقى، عشان ايه كل الاركان المشهد النهارده تبقى مكتمله. انتي فله قشطه، تبقى يعني كل حاجه ايه قدام حضراتكم كده، كل عراقيل وحكم وكل حاجه. كرة واضحه يا جماعه، وفي كاميرا موضحه ان هي ما جاتش اصلا في ايد حسام عبد المجيد. كدبه هتاكلي بالسبسب وحط وشك في النار. ولو فرضت معاك جدلا انها جت في ايد حسام عبد المجيد، في نص صريح للحالات دي. النص ده بيقول لك ايه بقى يا سيدي؟ خير اللهم اجعله خير. في حال سقوط اللاعب داخل منطقة الجزاء واصطدم الكورة أو اصطدمت الكورة بإيده أثناء محاولته لدعم جسمه على الأرض، لا تعتبر لمسة اليد مخالفة ولا تحتسب ركلة جزاء. سلام. طب ليه؟ لأن الإيد في الحالة دي هتكون في وضع طبيعي لدعم الجسم، مش علشان يكبر حجم الجسم، او ليست لتكبير حجم الجسم. ناس طيبين قوي. في اتنين قاعدين في الفار، الاتنين دول عندهم كاميرات، عندهم 4 عيون، وسبحان ربي ما خدوش بالهم. حول ولا اضرب كف بكف يا حبيبي، لا حول ولا قوه الا بالله. ولكن انا عايزه اقول لكم مشكلتنا مش مشكله فار ولا زوايا رؤيه ولا كاميرات ولا تحكيم. انا مشكلتي اكبر من كده بكتير. والدليل ايه بقى؟ الدليل ان اتحداك ان ركله الجزاء دي ممكن تتحسب في اي حته في العالم. ايه يا شيخه؟ ايه بقى يا شيخه؟